لن تترك بسهولة. سالم الدوسري يسجل كرة قوية في الشباك معلنا عن تقدم الهلال. سالم لا يأتي في المواعيد العادية، يضبط ساعته مع المواعيد الكبيرة. سالم يسجل هدف هلالي. الهلال يتعادل اليوم مع القادسية السعودي بنتيجة 2-2 في قمة مثيرة ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أقيمت اليوم الخميس 29 من يناير عام 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي أو الأمير محمد بن فهد في الدمام. وتقدم الهلال مبكراً بهدف روبن نيفيز في الدقيقة 8 من ضربة ركنية، الذي أكمل على كرة روبن نيفيز في الشباك، ويتقدم مع الهلال بأول أهدافه في زمن شوط المباراة الأول. الهلال الذي يأتي للخبر غاضبا بعد الخسارة بالتعادل من أمام الرياض ليتقدم في الوقت الأول من زمن شوط المباراة الأول. أشعر بأن اللائمة راحت فقط على نونيز رغم اللي ضيع أكثر من نونيز. صحيح، بس أنت إذا ضيعوا يعني إذا أنت أقريت أن نونيز هو قضاء وقدر، خلاص اليوم هو مهاجمك ومن الصعب أنه تغييره. تحتاج أنك تشتغل أكثر على الشيء اللي أنا قلت عنه، تركيبات هجومية، بمعنى كيف تخلق موقف أفضل للتسجيل. وسجل القادسية هدف التعادل سريعاً عبر ناهيتا نانديز في الدقيقة 10. الفرصة اللي خذاها فيو هرنانديز، لاحظ الآن القرار الأخير اللي خذاه في آخر لحظة. ماذا لو مرر ناحية اليسار بدل ما يمرر ناحية اليمين، وبعد كذا لعبت الكرة بالعرض وأي لاعب يقدر يدخل ويحطها في المرمى. تتذكر الأهداف اللي سجلها أو الهدف اللي سجله إيفان توني أمام النصر؟ نعم. تركيبة هجومية، الكرة راح تلعب ناحية جالينو في اليسار، نكسر فيها وراح القرار الأصعب، التسلل بالنسبة للفريق النصراوي، ثم تتمرر بالعرض يجي اللاعب يحطها بكل سهولة في المرمى. وفي الشوط الثاني تقدم القادسية بهدف جوليان كينيونيز أو كينونيس في الدقيقة 76. مسابقة قد يكون جاء من بعيد لاعتلاء الصدارة. فريق مع روجرز يطلب الصدارة بكل قوة. كينيونيز نجح في تسجيل الهدف الثاني ويمنح فريقه حق التقدم في المباراة 2-1. النتيجة أصبحت يقلب النتيجة على الهلال في شوط هذا شيء يشتغل عليه المدرب، إنه في الثلث الهجومي يخلق تركيبات هجومية، مواقف هجومية، يخلي تسجيل الفرصة بالنسبة للمهاجم أصعب. بس دائما لما تعطي المهاجم زي كرة نونيز، زي الكرة اللي قبل شوي بالنسبة لمالكم، في موقف إني أنا أعطيك إياها على قدمك المفضلة وحطها في البعيدة، الحارس ممكن يجيبها، أنت ممكن تضيعها، ممكن تتوفق تسجلها. بس ابحث عن موقف أفضل لتسجيل الفرصة من خلال، إذا أنت طالع ب3-4 لاعبين، الهجمة لابد أنك وأنت تعملها فيها سيناريو في ذهن اللاعبين لخلق موقف يعطي ضمان أكبر لتسجيل الفرصة. وخطف الهلال هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 90. وكانت المباراة درامية جدا، وشهدت إهدار ركلة جزاء من سالم الدوسري في الدقيقة 53. من نجم المباراة وجهة نظر؟ مان اوف ذا ماتش روبن نيفيز. طارق فاز فيها. هو أخذها نفس زي لا أنت وجهة نظرك الفنية. وجهة نظري أنا بروح مع ناندز. طارق. حارس كاستيلس التي تصدى لها حارس القادسية كاستيلس بشكل رائع. وبهذه النتيجة يبقى الهلال في الصدارة برصيد 46 نقطة بعد 14 فوز و4 تعادلات، وفريق القادسية يصل إلى 40 نقطة في المركز الرابع. أداء قوي للفريق الصاعد حديثاً. التعادل يشعل المنافسة على الصدارة، خاصة مع اقتراب الأهلي والنصر من الفارق.